qu'elle est entrée à Tunis afin de prendre le bateau pour rentrer en France avec son bébé. La voiture dans laquelle elle se trouvait a été arrêtée pour un contrôle de police. Il y a une discrimination du fait qu'elle portait le niqab. De là, les policiers ont abusé de leur autorité en fouillant les valises de ma fille. Ils ont trouvé une ceinture avec support, mais ce sont les affaires de son mari qui était policier en France. Ils ont dressé un procès-verbal en rajoutant des objets qui ne leur appartiennent pas, tels que corde à escalader et talkie-walkie. Procès-verbal qui d'ailleurs aurait dû être signé par ma fille, mais qui ne l'a pas été. Tous ses droits n'ont pas été respectés. Aujourd'hui, cela fait 50 jours que ma fille Jennifer est incarcérée avec son bébé de 8 mois à la prison de Manouba, où les conditions de détention sont extrêmement difficiles. C'est inadmissible et intolérable pour elle, pour son bébé, pour ses parents, sa famille et ses amis qui attendent son retour avec impatience. Merci. Je vous fais voir la photo du bébé. Oui, je voulais voir juste la photo du bébé. Voilà son bébé. Voilà son... كاميرا سيدي كاميرا سي منوني هنا شمس الدخان توصل بجوري حسنا حلها جمعة نعاود نتدخل في قضية جينيفر لأنه نحب نقول كلمة. هو صحيح نحن حقوقيين يقولوا لنا لازمكم تكونوا موضوعيين ولازم تكتموا مشاعركم ولازم تكتموا دموعكم ولازم ديما تتحدثوا بطريقة موضوعية. لا، نحن بشر. قضية جينيفر أنا نجم نقول أنا يعني مانيش باش نقول أنا إيمان الطريق في لحظة المحاكمة بتاعها قدام حاكم التحقيق وفي كل زيارة نخرج منهار، نخرج دموع معبية عينيا. مانيش باش نبكي، تو قايلة إني مانيش باش نبكي، باش نكون قوية، أما مانيش بلاش مشاعر. علاش؟ خاطر محضر جينيفر وخاطر قضية جينيفر نعتبرها قضية حقيقة من الناحية الحقوقية من أكثر الانتهاكات اللي صارت بعد تصنيف أنصار الشريعة على إنه تنظيم إرهابي. علاش؟ جينيفر هذيا اللي تقال إنه في ولاية القيروان وقتها صار فيلم. اسمع، كي باش نجي نحكي على الإعلام مش خاطركم هوني مانيش باش يعني سيكون كلامي لين، لا، أنا كلامي دائما عندنا قناعة في حرية وصف أننا نزين الحقائق، لكن عندي قناعة في قضية جينيفر إنه تم التلاعب بالإعلام، بمعنى تمت بمعلومات ما كان ليتصرف الإعلام إلا بتلك الطريقة. لكن اليوم أنا طالبة من الضمائر الحية بعد ما تسمع اللي باش تسمعوا كيما نفقولها يعاونونا باش نبرئوها. خاطر تعرفوا القاضي بعد اللي باش نقولوا الكل علاش مش قادر يسيبها، خاطر الإعلام قال إنها إرهابية، والقضاة اليوم ولاو خايفين من إرهاب وزارة الداخلية. ونعرفوا ايش صار بعد ما تصنف انصار الشريعه وتم اطلاق سراح العديد اللي هما وراوهم في الشريط الفيديو. قالت وزاره الداخليه انا وزاره الداخليه نخدم خدمه ويجي القضاء ويقول انه الناس هذوما بريئين. هذه تصريحات اتقالت ما هيش من عندي، وصارت وقتها بدايه التازم في القضاء وبدينا نلاحظوا. استاذ انت بجانبي، وبدينا نلاحظوا كيفاش الاحكام ولات ما عادش ثم قاضي يقوم بخدمته يثبت يسير كيما ثم حد شيء، وبدينا نلاحظوا كيفاش نسينا حاجه اسمها الابقاء في حاله سراح. جينيفر شنو موضوعها؟ قالوا انه من هي باش تغادر هي وابنها في معناها باش تمشي لميناء حلق الواد. كلمت شكون جارتها قالت لها بالله تجيب لي كاميونه باش نهزك بيشاتي ونروح. هاك الكاميونه هذيك في الثنيه توقفها الحرس. علاش وقفها؟ مناقبات معقول، لكن المشكل مش في معقول انها مناقبه باش يراقبوا، لانه نحن في ظرف بلاد فيها ارهاب. كي تبدا معناها الهويه غير واضحه باش يحب يعرف شكون وراها النقاب. هنا معقول، لكن غير معقول انه هو لا مش يقوم بدوره كرجل امن ويقوم بالتثبت من الهويه. لا،
هو نعرفوا شنو اللي صار. داهموا الكهرباء، قاموا بعملية بتاع فيلم كامل، هبطوهم بعنف، وجهوا المسدسات، نادت الفرقة بتاع الحرس، أعلمت فرقة وزارة الداخلية، جات تعزيزات. شتم جيت شوية اصبر، ثبت شكون اللي عندك وشنو اللي ثم. ليه ثم مناقبة، ثم صيد ثمين يزمنا نلفقوا به قضية إرهابية فرنسوية، راهي مناقبة. هنا المشكلة وراهي مسلمة. هنا باش نعملوا فيلم صحيح. شنو الفيلم؟ جاو قدموا، قدم بعدين شو قدام قدام القاضي، لأنه محضر الحجز، وهذه من الإخلالات الكبيرة في القضية. في حجزوا اللي حجزوه، نشوفوا شنو اللي حجزوا. لا صحت عليه المناوبة بتاعنا، ولا كانت بحضور مترجم بما انها فرنسيه. يعني حطوا فيه اللي حبوا حطوه. شنو اللي فيه المحضر هذا؟ اللي بعدكش قالوا ارهابيه وقنابل ورشاش ومسدس والكلام الكل اللي تقال. شفما عند جينيفير باش نقرا لكم اللي في المحضر. فما ورقه نقديه من عمله اجنبيه، مبلغ مالي، جهاز هاتف جوال، نطاق اسود اللون خاص بحمل الاغلال ومضخات الغاز المشل للحركه. فهمنا اش معناها النطاق خاص؟ سانتور اللي يتحط فيها بورت تاع مناط واللي يحط فيها بورت تاع مسدس. هاني جايين هذيك شنيا؟ هذا اللي قالوه هما. باهي بطاقة سين، جهاز لاسلكي رمادي اللون تلكي وكي، شدوه عندكم هذا الثاني. خيط مخصص لتسلق المرتفعات، شاش فلسطيني، راية بيضاء اللون كتب عليها لا إله إلا الله. علاش محفوظة هذه ما فهمناش. راية جميل من القماش عليها لا إله إلا الله. جهاز هاتف نوع الكاتيل، جهاز إعلامية، مريول مصوغة عسكرية أخضر اللون، هدية صخايب وكتلة عسكرية. وهو هكا اللي بيقول هذومكم اللي نلبسوهم نحن، أنا ولدي البيبي عنده منهم هكا صغيرين هذومكم اللي يبدا معناها المراول اللي يبيعوا في السوق اللي كيما يشبهوا تاع الجيش. باهي نظارات واقية من المياه من مادة البلاستيك تاع البحر. هركة رجالية، الحركة القميص، قطعة من القماش 3.5 متر، ما فهمناش علاش هذيا. حامل أغلال أسود العين، بورت مناط معناها، ما فيهاش مناط، بورت مناط، حامل أغلال. زوج من الجوارب، 4 أزواج من القفازات وفقط. باهي بالنسبة للسنتور اللي حكينا عليها، جبت ما يفيد القاضي التحقيق. تعرفوا شنو هي السنتور هذه؟ ثم لعبة مشهورة، وقد لعبة مشهورة اسمها سويرف. لعبة مشهورة في فرنسا، وجبتوا ما يفيد الوثائق. وأصلا هالحامل اللي يحكي عليه ما ينجمش يحمل مسدس. يعني يحمل مسدس لعبة يلعبوا به اللعبة، أما مسدس حقيقي من المستحيل ما ينجمش يحمله. هالحامل هذايا اعتبروا على أساسه، واللي هما يقولوا في المحضر يرجعوا إلى زوجها. نمشيو. هالحامل هذايا اعتبروا على أساسه جينيفير، هالمحضر هذايا اعتبروا على أساسه جينيفير إرهابية وتنتمي إلى مجموعة إرهابية. أما السؤال مع شكون؟ خاطر هما كي شدوها في الكربة شدوا معاها 4، السواق وصاحب راجلها ومرته، المناقبة الكلهم تسيبوا إلا جينيفير. كما قلت للقاضي، علاش جينيفير اليوم موجودة؟ مش فيلم، راهو نحكي في حقيقة ومانيش نتزيد، المحاضر موجودة. لأنه جينيفير أسلمت وتنقبت واختارت تونس، وكانت صيدا ثمينا لوزارة الداخلية حتى تدعي وجود جريمة إرهابية. جينيفير ليست إرهابية. نحب